بيبدأ الفيلم مع شخص اسمه صفناية عنده عين غريبة جدا. هو بيكون صفناية عنده سيرك وبيقدم فيه فقرات مختلفة، وصفناية بيقدم للجمهور المواهب النادرة اللي هو جمعها من حول العالم، زي الأختين التوأم اللي بيقدروا ينطوا في المية من ارتفاع عالي جدا، وزي التلات بهلوانات اللي بيقدروا يتشقلبوا ويعملوا حركات غريبة، وزي تايني الراجل القوي جدا وعنده قوة زي قوة هيركليز. وفي الآخر بيقدم أهم فقرة في العرض كله، والفقرة دي هي الطفل اللي اسمه إيس اللي عنده حاسة شم قوية جدا. وإيس بيبدأ الفقرة بتاعته فعلا وبيوقف واحد من الجمهور وبيشم الشخص ده وبيقول له انت مخبي الفلوس بتاعتك في الشراب، وفعلا بيطلع الشخص ده مخبي فلوسه في الشراب بتاعه. وبيروح لواحدة ست وبيشم ريحة شعر قطة على لبسها، وبيقول لها انت عندك قطة بس ما جبتهاش معاك النهاردة لان القطة دي مريضة، وكمان بيقول لها على سبب مرضها، وبيقول لها ان في نبات انت زرعاه عندك في البيت هو ده اللي بيسبب المرض للقطة. والغريب ان الست دي بيكون زرع النبات ده فعلا في بيتها، والجمهور مصدوم من قدرة الشم الرهيبة اللي عند إيس. وبعد ما العرض بيخلص إيس بيبص للناس اللي خارجة من هناك، يمكن حد من أهله يتعرف عليه أو هو يفتكر حد منهم. وبيجي صفناية وبيكون مبسوط من العرض الجميل اللي إيس قدمه النهاردة، لكنه بيكون عامل خط سحري حوالين السيرك وممنوع حد من اللي شغالين في السيرك يعدي الخط ده، لأنه لو عدى الخط ده هيموت. وبعدين إيس بيروح لصندوق التصوير اللي الناس بتتصور فيه لما بيجوا السيرك، وبياخد من هناك صور الناس اللي اتصورت النهاردة. وبيروح أوضته وبيكون عامل في الأوضة دي صندوق سري ومجمع فيه صور الناس اللي بتيجي السيرك، يمكن في يوم يفتكر اهله. وبعدين بيخرجوا كلهم من الاوض بتاعتهم لان صفناية عامل لهم اجتماع طارئ، وفعلا صفناية بيجتمع بيهم كلهم عشان يعرفهم على موهبة جديدة هتنضم للسيرك. وبنفهم من كلام صفناية ان اي حد منبوذ من المجتمع اللي كان عايش فيه بسبب موهبته الخارقة هو بيجيبه للسيرك عنده وبيوفر له مسكن واكل وشرب. بس الغريب ان ولا واحد فيهم عارف هو جاي منين ولا فاكر اي حاجة. وصفناية بيقدم ليهم بنت جديدة اسمها اندجو، وبيقول لهم ان اندجو منبوذة من المجتمع بتاعها ومحدش عايزها واحنا هنكون عيلتها. وكلهم بيرحبوا باندجو وبعدين بياخدوها عشان يودوها للأوضة بتاعتها. وبعدين إيس وهو نايم بيحلم بالمكان اللي كان عايش فيه والناس اللي كان عايش معاهم، فبيصحى من النوم وبيجيب كراسة بسرعة من الصندوق السري، وبنكتشف انه بيرسم احلامه في الكراسة دي عشان ما ينساهاش، يمكن في يوم يفتكر اهله. وبعدين بيتمشى مع البنت الجديدة اللي اسمها اندجو وبيتعرف عليها وبياخدها لأوضته عشان يقعدوا مع بعض شوية. لكن اندجو بتفتح الصندوق السري بتاعه وهو بيلحقها قبل ما تشوف اي حاجة، لكنها بتطلب منه يحكي لها حكاية الصندوق ده وبتوعده انه هيفضل سر بينهم. فبيحكي لها كل حاجة فعلا عن الصور اللي بيجمعها وعن الأحلام اللي بيحلمها، وإندجو بتصدقه وبتطمنه إنه هيلقى أهله قريب. وتاني يوم بيجي ميعاد العرض الجديد، وصفناية بيقدم اندجو الموهبة الجديدة للجمهور، لكن اندجو بيكون عندها رهبة وخايفة تطلع للجمهور، لكن إيس بيطمنها وبيشجعها عشان تطلع على المسرح. وفعلا اندجو بتطلع على المسرح وبتمسك الدايرة المعدنية اللي هتلعب بيها، لكنها بتفشل في أول تجربة ليها، بس لما بتحاول تاني بتنجح وبتعرف تتحكم فيها، وبتقدم عرض جميل قوي والجمهور مبهور بيها، وبتعمل حركات مختلفة حتى أصحابها مبهورين بيها. وبعدين بيقعدوا كلهم مع بعض عشان يحتفلوا باندجو ويباركوا لها، لكن إيس بيكون تفكيره كله في هم مين وجايين منين، وبيسأل الاختين التوأم انتوا جيتوا منين، طب فين اهلكم، طب حتى قولوا اسامي اي حد من عيلتكم او وصفوا شكل الشارع اللي انتوا جايين منه. لكن الاختين مش بيعرفوا يجاوبوا على اي سؤال من الاسئله دي. وبيجي صفناية وبيبارك لاندجو على العرض الجميل بتاعها، وبعدين إيس بيقعد يرسم احلامه كالعاده، لكن بيجي الراجل القوي اللي اسمه تايني وبيقول لإيس الرسمه اللي انت راسمها شبه برج الميه اللي هناك ده. فإيس بيفرح لما بيشوف برج الميه، وبسرعه بيروح لصفناية وبيقول له انا كنت عايش عند برج الميه وانت خطفتني من هناك وجبتني هنا. وصفناية بيقول له الكلام ده مش حقيقي، وانا لقيتك في الشارع بعد ما اهلك رموك ووفرت لك مكان تعيش فيه. وإيس بيقول له طب وعامل ليه خط سحر وحابسنا هنا؟ فصفناية بيقول له الخط ده انا عامله عشان يحميكم ومحدش غريب يدخل يأذيكم. فإيس بيقول له انت كداب وانا لازم اروح عند اهلي. وصفناية بيقول له خلاص بكره الصبح هوديك عند برج الميه طالما انت متأكد ان اهلك هناك. وتاني يوم الصبح إيس بيجهز نفسه فعلا عشان يروح عند برج الميه، وكل زمايله بيودعوه وهم زعلانين انه هيسيبهم. وصفناية بيفتح له ممر في الخط السحري عشان إيس يعدي منه، وبعدين إيس بيركب في عربية صفناية عشان يروح لأهله. وصفناية بيجيب عين سحرية من صندوق العيون السحرية وبيقفل بيه الخط تاني، وبعدين بيتحركوا بالعربية وبيلفوا بالعربية كتير في الشوارع اللي حوالين البرج المائي لغاية ما إيس بيلقى بيت شبه البيت اللي شافه في الحلم، وبينزل بسرعة من العربية وبيدخل البيت. وبتيجي صح
صاحبة البيت وبتسأل إيس انت مين، وبيجي جوزها وإيس بيحضنه وبيقول له يا بابا، لكنهم مستغربين ومش عارفين هو مين ده أصلا. وإيس بيتصدم إن محدش فيهم عارفه إنهم مش أهله فعلا. وبيجي صفنايا وبيعتذر للناس دي على اللي حصل، وإيس بيروح يركب معاه العربية عشان يرجع للسيرك تاني. وبعدين بيروح اوضته بيقطع كل الصور والرسومات اللي في الصندوق السحري، وبيقعد يعيط وهو فاقد الامل في انه يرجع لاهله تاني. لكن بتدخل عليه اندجو وبتحاول تواسيه وبتقوله ان احلامك حقيقيه واوعى تبطل تدور على اهلك. فايس بيقول لها صفنايا كان عنده حق وانتوا اهلي. وبعدين اندجو بتخرج من عند ايس بتلقى صفنايا قاعد قدام الاوضه وباصص عليها. وبعدين بيجي ميعاد العرض الجديد، واثناء ما كلهم مشغولين في العرض اندجو بتستغل انشغالهم في العرض وتدخل اوضه صفنايا وهو مش موجود فيها، وبتلقى هناك علبه العيون السحريه. لكن فجاه صفنايا بيدخل عليها الاوضه وبيقول لها ان العيون دي مهمه جدا، لكن العين اللي هو لابسها في وشه اهم عين فيهم لانها هي اللي بتخليهم فاقدين الذاكره. وبعدين بيجيب عين تانية وبيسحر بها اندجو عشان يخليها فاقده النطق وما تحكيش اي حاجه من اللي شافتها. وبعدين بيقرر يعاقب اندجو قدامهم كلهم عشان تكون عبره ليهم، وبيجبرها انها تعدي الخط السحري. واندجو بتروح تحضن ايس وبتودعه وبتحط في ايده ورقه. وبعدين اندجو بتعدي الخط السحري فعلا لكنها بتتحول لحجر، وايس بيزعل عليها جدا. وبعدين صفنايا بيمسك الحجر وبيروح يعلق الحجر جنب حجره تانية كتير، وبنكتشف ان هو عمل كده مع ناس تانية كتير. وبعدين إيس بيروح يبص للورقة اللي اندجو عطتها له، فبيلاقيها رسمة في الورقة صورة العين بتاعت صفنايا، وكاتباله في الورقة حطم العين دي عشان هو بيتحكم فينا بيها. فإيس بيروح يحكي لزمايله على كل حاجة، لكن زمايله مش بيقتنعوا بكلامه. فإيس بيروح يدخل أوضة صفنايا وهو نايم، وبيجيب من هناك صندوق العيون السحرية. لكن صفنايا بيصحى من النوم وإيس بيطلع يجري بسرعة وهو معاه الصندوق، لكنه بيتكعبل على الأرض والعيون السحرية كلها بتتبعتر. وإيس بيحاول إنه يمسك العين بتاعت صفنايا، لكن بيجي صفنايا وبيزق العين بره الخط السحري قبل ما ايس يمسكها. وصفنايا بيقول لايس انت كنت سبب في اللي حصل لاندجو، ودلوقتي انت كمان هتتعاقب زيها. لكن ايس بيمسك العين بتاعه الخط السحري وبيفتح بها الخط، وبيمد ايده يمسك العين بتاع صفنايا وبيديها لطيني عشان يكسرها. واول ما طيني بيكسرها بتخرج منها نجوم سحريه كتير، وبنكتشف ان كل المواهب اللي في السيرك دي اصلها حيوانات، وصفنايا حولهم بالسحر لبني ادمين عشان يستغل مواهب الحيوانات في انه يعمل بيهم عروض ويكسب من وراهم فلوس كتير. يعني مثلا على سبيل المثال تايني القوي جدا اللي عنده قوة زي قوة هيركليز، اول ما النجمة بتاعته بتلمسه بنكتشف انه كان دب. والبنتين التوأم اللي بيقدروا ينطوا في المية من ارتفاع عالي اصلهم بطريق. والتلات بهلوانات اللي بيقدروا يعملوا حركات غريبة هما في الاساس عبارة عن 3 قرود، والتلات قرود دول بيهجموا على صفنايا عشان ينتقموا منه. وايس بيجيب برطمان فاضي وبيحبس فيه النجمة بتاعته، وبعدين بيجيب الحجر بتاع اندجو وبيستناها ترجع لاصلها، والحجر بيتحول لاندجو عشان تستقبل النجمة بتاعتها. واندجو بتودع ايس قبل ما النجمة بتاعتها ترجع لها، فبنعرف انها في الاساس طائر جميل قوي. وإيس بياخد النجمة بتاعته وبيروح لبيت الناس اللي راح لهم قبل كده، وبيفتح البرطمان للنجمة بتاعته عشان ترجع له. فبنكتشف انه عبارة عن كلب، وانه هو كان الكلب بتاع الناس دي اصلا. وصفنايا خطفه من هناك عشان يستغل حاسة الشم بتاعته في العروض، وعشان كده هو كان بيحلم بالمكان ده دايما، وكان بيحلم بالناس اللي فيه لانه كان عايش معاهم. ولغاية هنا بيخلص الفيلم. لو عجبكم الفيلم ما تنسيش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.